وكل برميل $100. مناهل من يريد يغير حتى يحشر مع صدام، إن شاء الله يوم القيامة يحشر مع صدام، لأنه محب لمناهج الصدامية وخدمات. أنتم تعلمون هاي بصرة هاي بصرة، وبصرة تشكل عمود الفقري للعراق، يعني لأن ميناء تجارة ومصانع كلها أنتم تعرفون. تدرون إلى الآن ما وفر لهم ماء حلو للشرب 9 سنوات أكثر. أهل البصرة يشترون كواتي ماء هذا مصفى. وزع أراضي، وزع فلوس ومواعيد ليلة إن شاء الله طلع بالوظائف. ليش الآن توزيع العرسة على مقابل كريم من الانتخابات؟ ليش الآن وظائف؟ واعلموا إخوتي، يوزع تمر. جابوا لي صورة، هذا بالكاميرا، هذا فيديو، شاحنة بيه تمن يوجه كيلوات تمن على الشعب العراقي. ليش أفكرت الشعب حتى توزع عليهم تمن مثل ما توزع على الفقراء والمساكين؟ وين وجهك امام الله؟ واعلموا اخوتي، قد افتيت انه اي واحد مضطر له سبب او لاخر اخذ عرسه، اخذ مال، واخذ مالك هذا وليس ماله هو، مالتك مال الشعب المنهوب، اخذ مالتك هنيه مريئه حلال، ولكن لا يجوز لك ان تنتخبه حتى اذا اقسمت له. لا يجوز لك ان تفي بهذا القسم، لا يجوز. في الانتخابات السابقه كما يامرني ويامركم ديننا، ديني ودينكم، وطني ووطنكم، عقلي وعقلكم، ضميري وضميركم، ان ينتخب من هو اهل الانتخاب، الكفو والصادق والامين. ولكن اجوا كشمروكم في الانتخابات السابقه. الان كل متفقون، كل عقلاء متفقون على التغيير. تغيير معناه شنو؟ جمتي غير هؤلاء على الكرسي، هذا معنى تغيير. ولكن أنا شخصيا توليت أدلكم على من يصلح للانتخاب إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهناك هذا مرشحين من قبل المكتب، هذا لجنة شكلنا، فالمجموعة قليلة جدا، مجموعة 15 و 16 نسمة في كل محافظة، نفرين مثل خمرة البرلمان القادم إن شاء الله تعالى. فإذا وصلت إيدكم إلى هؤلاء فهم، فإذا ما وصل إيدي أحد لهؤلاء فاعلموا أن سيد عمار الحكيم ابني وابن مرجعية. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتبهوا جيدا إلى نقطة، انتبهوا يا إخوتي أولادي، أني مو معصوم، معصوم فقط أنبياء والرسل والأئمة، هم والزهرة هم معصومون، تمام؟ بل هم معصومون. ابني عمار، سيد عمار الله يحفظه، مو معصوم أيضا. قد يكون في قائمته من لا يعجبك وأنت غير مقتنع به، عيب ذاك. ثاني ثالث، لكن لا تخرج عن هذه القائمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. واعلم شيء آخر، كما مرجعية تاريخها في النجف العشر، لا تفكر في الكرسي لا لنفسي ولا لأولادي أبد أبد. الله تعالى أعطاني شرف الدنيا والآخرة، وهو أني قادم لشيعة علي، شو يسوي بالكراسي؟ يحفظني لخدمتكم. ولكن تعودنا وعودنا أساتذتنا العالم في الحوزة العلمية أن نلوي إذان القاعد على الكرسي إذا مشى هذا عهد، وإذا ظلم الشعب، وهذا ديدني ويكون ديدني أيما كان يأتي على الحكم، إن لم يمشي عدل فسوف ألوي إذانه إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما عندنا صداقة إلا مع العمل. واعلموا أبشركم الله رايد أن يكون العراق يوم من الأيام سيد العالم، ويكون سيد العالم إن شاء الله سبحانه.